وهو سعيد. إننا لابد أن نفرح بهذا العيد، لأنه بعد صيام رمضان العظيم الذي كله لحظات فارقة جميلة. وأدعو المتحدثين معي إذا كانوا يريدون فمرحبا بهم، ولكن هيهات هيهات، وكلمة هيهات هيهات لا تهريج ولا استهتار، لأنني أعرف حتميا وضروريا كيفية الرد بكل قوة العقل والتفاعلية، وليس هذا تحديا أو غرورا بل تواضعا وبساطة. إني أعلم أنني أجد من يهاجمني وفي سريرته أنني أبغى شيئا في سريرتي، وإنما أبغى الخير لي وللناس. هكذا الرسول كان، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. لست فيلسوفا بل مفكرا، وصعبا أن أقيم نفسي هكذا، بل الناس يقولون لي هذا. وأشرف بأن أحمد عبيد قال عني، صديقي حبيبي معاون الوزير والمشرف العام على مكتب وزير السياحة والإثارة، بأنني لا بأس بي وأحبه ويهزأ بي هزارا، فإنه أهلاوي عتيد، وجاب لنا وائل جمعة أيام المئوية وهزرنا معاه وقلنا له أنت هتتضرب، وفعلا قعد الراجل شهر على كلامي، لأنه هو عنيف وائل جمعة ولذيذ واقرع وعسل، وطلع له شعر دلوقتي ابيض، وبحبه جدا. محلاوي اول فريق حبيته المحل عشان احمد حسن وجو غريب، وبعدين حبيت الاهلي وحبيت الزمالك، بس الزمالك مش نافع. يا ريت امسك نادي الزمالك، يا ريت. اه والله انا ليا 7 سنين عضويه ايام ما كنت متجوز، بنام هناك بقى. يلا ربنا يوفقه الزمالك ويرحم ايام مرتضى منصور الطيب، والراجل راجل لذيذ بس هو عصبي، عصبي. بقول لك يا عم مرتضى اعصابك، انت كبرت 70 سنه. العنف، العنف الكلامي صعب على صحتك، ورقدت قبل كده بعد الاهلي والعيال ولد فاصوليا الفرقه دي كلها. يلا انما الاهلاويه هيتغلبوا من الرجاء يا رب. شبعنا اهلي اهلاويه والله العظيم 3. المهم الكآبه تحولها لهناء صعبه، والله اتعلمتها من الحاج تيتا عبد المنعم السيكي، ده اللي مجنبكوا السيكي، مش بونجك. ده بونجك ده بتاعنا في التوفيقيه ايام بقى احمد كمال كامل بقى مدرب سكواش. المهم الهناء نحوله كآبة دي اتعلمتها من الحاج تيتا، اللي هو كان كابتن الطيار بقى الله يرحمه بقى ويرحم ايامه بقى. كان من السيده زينب، وهعمل لهم قصه بامر الله، الله اكبر. دنيا تيتا وزوزو قصه العمر. والله العظيم انا نجيب محفوظ الجديد واحسن منه كمان، ونجيب محفوظ ده على دماغي وراسي وحبيبي. حكى لي عني ابوه، ابويا كان يخش القهوه ويقعد يسمع ده بيكتب ايه وبيكتب ايه عن الاحداث الثلاثيه عبد المنعم مظلوم ده كان حكايه تحفه، تحفه. كان امبراطور التخطيط العقلي ومفيش حد عارفه. اه والله صاحب طوب الارض، راجل حبوب بقى من ضغوط الدنيا. المهم كيفيه تحويل الهناء من الكآبه للهناء، والله انا اتعلمتها من تامر بركه اصلا، بس اللي نفذني عبد المنعم مظلوم. كان يقول لي ولا كانك اتجوزت ولا خلفت، وارمي ورا دارك وارمي لها قرشين، ولا طمر فيها ولا يطمر. ما هي نسوان مصر كده، يقول لك الراجل ومش الراجل وهم تنحنوا وعايزين ضرب النار وتتلوي وتتقمص، والراجل ومش عارف وفلوس ومش فلوس والمصروف. طب ما انتوا كلتوا سنين، ما تتهدوا بقى وتاكلوا بالمعقول والقانون وتعلموا عيالكم. يقول لك ده عنف اسري ومش اسري والست دينا الشربيني اسطوره، اسطوره. مش هنتكلم عنها، انا عايز احسنها. بس المرأة بقت في عصرها لذيذة قوي، ولا حد يمسك عليها كلمة. انا عارف بقول ايه. مجلس القومي المرأة نفسه لما بتكلم في الصالح ولا بيردوا. يعني النهارده منزل موضوع عن التحرش، والبنت ماشيه والناس عماله تتريق عليها ويقول لك ده تحرش وبيتحرش بيه. طب ما تلبسوا لبس فضفاض، انتوا ماشيين في شانزليزيه. اعملوا لنا قوانين للشرقيين، ولا هم الشرقيين زي مش زي الغربيين. يقول لك لا،
يعني هي الجوارح مش عند النسوان والستات لا مؤاخذه، ما عندهمش حب في الجنس، عندهم طبيعه المرأة والراجل. نهدي شويه. والدعاء يا دعاة المستقبل الاسلاميين والمسيحيين واليهود، اتكلموا عن المرأة تهدئ الامور، تهدئ وتفضفض الملابس. يا جماعه الشوارع بقت اوض نوم. عيب اللي انا بقوله ده، عيب عيب عيب. انما وسط الاماره المساله حتى في الترفيه في الحاج الترك شو الترك شيخ الترك، يا حاج الشيخ الترك، يا حبيبي، شربته ولعبته وهيصته ماشي، ما تعرفش تقننه؟ انفتحته انفتاح بقى خلاص بقى. مانشستر سيتي خدها الحاج الاماراتي، ربنا يوفقه. ومحمد صلاح بقى شريك، ربنا يوفقه. يا جماعه لازم تقننوا. الغرب استهلكنا وكل علينا عيش وما زال بيستهلكنا. الهناء والايه؟ كآبة. بعملها لكم اهي. الكآبة خروج منها دينيا واجتماعيا وبيئيا صعبة. بناخدها اجتماعيا وبيئيا. اجتماعيا نهذب انفسنا، اجتماعيا وبيئيا اصلاح انفسنا، نتكلم مع بعضينا، نتحاور، ناخد وندي. هو لازم نبقى واقفين لبعض قرفانين من بعض حاقدين على بعض؟ لازم نحقد على بعض. هو ده الطبيعي اهو. ده بياكل، ده ما بياكلش، ده بيبص لده. حتى اللي عادي اللي هو معاه فلوس وزي القرد يقول لك انت هتعمل لي وهتسوي لي، ان شاء الله ما عملت ولا اتنيلت، ما انا ممكن اقول لك خلقتك وهزقك واكتمك بكلمتين اموتك. هو السلام حرام؟ الظاهر كده. نيجي للدينيا، نهذب بقى برامج دينيه، قران كريم، دعاء، دعاء كويسين. وبدعو الدعاء يدعوا في المساجد، يوجهوا الناس في كل شيء. الدين اذا ما كانش توجيه وتفاهم، ما هو الدين بقى اصم. ما هو قالها محمد حسان في خطبه في حلميه الزيتون في سنه كام؟ 94. ما معنى ان نضع المصاحف؟ كانت خطبه تانية ليه اللي حضرتها، حضرت واحده في التوحيد في رمسيس والتانية في الزيتون. ما معنى ان نضع المصاحف؟ والمصاحف نضعها، وبعد ما نضعها بنجد ان احنا شياكه بس. الراجل الكلمه قتلتني وانا مقصر وكلنا مقصرين. فعشان نحاول نتوادد واحنا في صله رحم. والله العظيم انا عارف ان انا يعني الناس بتبص على كلامي وتعدي، مش عايزين يتعدلوا. خلاص استهلاكيين واكل وشرب ومنظره وانتكه. يقول لك براحتك براحتك. خلاص كومباوندات جننتكم، الكومباوندات جننتكم، مارينا جننتكم، مراقيه هبلتكم، الحاجات الخصوصيه جابتكم عبط. طبيعي. عايشين في الريفيرا بقى ومارسيليا، يعني ده قاعد في حته ده بيبص لده وبيتأذى على ده، وده بيتهزق من ده وبيكلم ده بقلاطه، والبنات ماشيه والرجاله ماشيه. الناس هتتجنن من القلاطه، وصلت لمرحله العباطه. ويقول لك هيحقد عليهم. احلى حاجه في اسكندريه العشاريه. يقول لك بلاش قرف، انا قاعده في كومباوند، انا قاعده في. طب ادفع. يقول لك ايه ده؟ مش انت عايز خدمه خاصه؟ ابلعك بقى. عايز ايه؟ مش عاجبك؟ ارجع بقى الشعبيين. وما بشتمش الدوله، لا، الدوله بقى بتوفر امن وصيانه وكارت كهرباء، كارت ميه، كارت غاز، وهيبقى كارت خضار، وكارت وكارت عيش، وكارت سكر، وكارت لحمه، وكارت فراخ. وانت عايزين خدمات ايه؟ امال الرقمنه والمعلومات دي ايه؟ كروت حلوين وادفعوا بقى. الله، ما هي التطور كده وزي الفل وعشرة على عشرة وايده. الله، هو النهارده تكنولوجيا ايه الا اذا كانت كده وكده؟ فالكآبة تغيرها بانك انت تهذب من نفسك في تعاملاتك، تمتص. لما تلاقي واحد صاحبك مثلا في الشارع ومش عايز يكلمك، روح له. غير مزاجك، بدل قرفان من الست ومن العيال، روح له. صاحب، اضحك، هزر. الضغوط اركنها. واجه المرأة، واجه عيالك،
هذا هو المتاح. علمهم الصبر، علمهم القيم، التقاليد. يقول لك لا انت قديم، كاتكم نيل عليكم وعلى دماغكم الاسفلت، لا مؤاخذه يعني. وما بشتمش حد، ده هزار. اللي ماشي على طول ما بيبصش لقيمه سقط، انتهى، مات. مات. هتلر كان ولد عظيم لكن مخه ضرب، كان توسعي. موسوليني، تشرشل اللي كان مسك احب انا تشرشل قوي قوي، السيجار بقى والكاس، بس هو بقى الله يرحمه كان عفريت. شارون، ماله شارون؟ كان مجرم حرب بس كان معلم. الله يرحمه بقى ويرحمه شارون. رابين، المعلم بقى كان الكبير قوي قوي قوي، شيمون بريز بتاع الطيران ده. عندك حسني مبارك برضك كان معلم اسطى. عندك السادات كان فظيع، فظيع، يعوم الكل ويعمل اللي في دماغه كده. السيسي نفسه تتفرج عليه استاذيه، استاذيه. اه، استاذيه. الناس هتقول لك ده بيجامل، لا انا ما بجاملش حد ومش هجامل حد. استاذيه، بيعرف يحكم الامور، نظرته ثاقبه جامده، بيعرف يغير امتى، يتحرك امتى، يروح امتى، ياكل امتى، يشرب امتى. رياضي. ده كفايه يركب العجله الفجر يا مؤمن ويطلع الحربيه ويطلع العلمين ويطلع على الحتت الحلوه كده. الراجل بيهذب نفسه وبيصفي دماغه. اوعوا تفتكروا ان السيسي شخصيه يعني انسيابيه بسيطه. لا، السيسي بسيط جدا وحساس، ولما بيعيط في الحاجات الخاصه احساسه بيستحضره لان هو تعبان مقهور طول عمره في الجيش. اوعوا تفتكروا ان اللي يخش الجيش دوت يعني سهل. لا لا لا، ده انا زعلت ان انا سابوني عشان التصاق فخدين، وواحد كان من الصعقه قال لك يخش وكان نفسي اخش. كان يقول لك لا انت هتشيل القرف. ايه يعني القرف؟ انا طول عمري قرفان من 15 سنه في البيت. بس كان نظام ومتعود عليه بقى. امي 12 بالليل نام زي الجزم، واحده في الصيف نام زي الارانب. انما دلوقتي العيل بيتمشى في الشارع لغايه الساعه 4 الفجر. يقول لك ما تسيب الناس تعيش، ما تعيش ولا ما تعيشوش ولا تاكلوا قراقيش يعني. والله لسه جايب اكله كده قلت اما اكلها، بس خايف من القولون بقى والعمليه اللي كنت عاملها. قلت يا واد اتلم بقى عشان بقى الرياضه للجميع. كله عمال يقول لي يا جدو يا جدو يا جدو يا جدو. يعني اطلع اتجوز واحده 25 سنه موديلز واسيب مصر والله حبست. بس اعيش ايه؟ اعيش بقى، ده انا هخليها تسلم كمان. شوف تسلم، ونعمل مشاريع خيريه ونعمل مطاعم ونعيش يعني. بس صغنطوسه قلت لها هجوزك واحد 35 سنه لسه طالع واخد جرين كارد. المهم أنا بهزر معاكم كل ده غيرت كآبتكم. هي دي تغيير من الكآبه الى الهناء، ان احنا ما نعيش قوي ونتعامل معامله حسنه. طبعا اللي يسمع يسمع، مش حد هيسمع ولا ياخد بكلامي. مش كده، مفيش حد بياخد بكلامي. ان شاء الله بخد اتفلقوا. اتفلقوا. كل واحد عامل له خصوصيه. عيش وسط الناس، تعايشوا مع الناس. وايه يعني اما قلت الاهلي هيتغلب من الرجاء؟ ما يتغلب. وايه يعني الزمالك مش نافع؟ ان شاء الله ما فلح. هو بيفلح ليه؟ هو يعني هم بيدوني يعني الوفات؟ ده العيال مأستكه اساتيك، ومحمد صلاح عمال يأستك يأستك أستك أستك، بس واد معلم. وخد عثمانه. هو واد معلم بس ما بيعجبنيش. نفسي اديله بالروسيه لما بيطلع بيعمل التقاليع الغربيه على الانستجرام. يا عم تهدي يا عم، يا عم تهدي بقى، بلاش بقى الفناكيش اللي بتعملها دي. العيال هتطلع بقى يعني ماشي هتصلي وترقص. ما لم الليله يا عم الحاج، لم الليله يا عم الحاج. انت واد يعني مهذب ولذيذ وطعم، ومش نافع المنتخب المصري. مش نافع يا محمد صلاح. مش بعترف بيك كابتن منتخب مصر، ومش عايزك كابتن منتخب مصر نهائي. انت ما بتضفيش على المنتخب المصري اي حاجه. ادي كابتنة مصر لحجازي. حجازي بصراحه ورا بيعور كل اللعيبه، بس الواد اسد. اه انا شفته لما كان بيلعب مع اكرامي، تحس ان واد كده نبو ازرق. بلاش طارق حامد ده،
عرقه فارد خالص يعني. ما بحس ان هو يعني بينزل الملعب. يعني هو اتهد في اتحاد جده واتطرد كام مره ومش نافع. بس هو هياكل عيش بقى. انما حجازي هو اللي يمسك كابتن مصر. انما محمد صلاح لا يجيد ولا النني. وديها التريزيجيه هو الافضل. انما تقول لي محمد صلاح في ليفربول، عمل لنا ايه محمد صلاح؟ مش عارف يطفي لون الاحتراف والقوه الجسمانيه للعيبه. مش عارف يحفزه. يقول لك المدرب بلعب على القد. ده انت يا محمد يا صلاح لولا ده انت. ده الخطيب احسن منك. الخطيب كان بياخد الكوره وبيستلمها وبيجري. انما انت بتاخد الكوره بتجري بس تعمل عدو. هنضحك على بعض يا محمد صلاح؟ ها؟ هنضحك على بعض. ما بتضفيش حاجه على المنتخب. ما تستحقش تاخد احسن لاعب في العالم. اه. ايه تسجيلاتك وحققت اهداف في ليفربول؟ ايه يعني عملت ايه؟ اسرع هدف. كله موافق اللعيبه التانيه وقوتهم وتركيزهم. انما تعدل وقع في المنتخب صفر. جبت لي بطوله يا محمد صلاح؟ واقف لي في الملعب بس كده مشيك. ها؟ وما بكرهكش. ده انا بقول لك لفايدتك. انت خلاص تقارب ال 30. حمل اللعيبه في الملعب. اديهم الحاميه. العبوا باص. كانت كوبخبه منتخب عره. للاسف الشديد. منتخب عره. بيلعب على قد حجم زي الاهلي ماتش الرجاء عرفنا طول الماتش مرمي لي على الاطراف. والرجاء لو فارد هيبهدله هيبهدلكم ان شاء الله. في محمد الخامس لان الرجاء رجاله. ووليد الرجراجي عفريت. عمل اسم للمغرب. ها يا حازم يا امام جايب لي فيتوريا وفيتوريا مش نافع. ايه فين الباص ده ده الله يرحمه الجوهري. في ماتش اللي كان بيلعب فيه 98 جاب لنا بطوله. نزل لهم باص باص العابوا كاتكم منين؟ قال لهم كده. مش عايز اقول لك باص العاب. ايه الرخراخه والمسخره اللي انتوا فيها دي؟ خلاص بقى شبعتوا بقى. شبع بعد جوع بقى لا مؤاخذه يعني. واللي يزعل بقى يعني خلي عنده دم. خلي عنده دم. يعني الناس بتقعد بتطلع حبها لمصر. مصر. اسم مصر 3 حروف مصر. مصر ماتت في القلوب. ماتت. النهارده في عيد تحرير سيناء بحييها على الفيسبوك. ماتت. لان الناس انانيه. انانيه. طول عمرنا انانيين. ما شفتش الانانيه الا مع الالفيه الثانيه. للاسف الشديد. للاسف الشديد. شفتش الانانيه مع الالفيه الثانيه. 23 سنه دول. الالفيه كان المفروض تهذبنا. نحترمها. انما واتساب. يقول لك سوشيال ميديا. سوشيال ميديا دي وسيله. وسيله اكتسبها الامريكان ادوها لنا علشان نستغلها ويشوفونا ويعاملونا وعارفيننا واحد واحد. الاف بي اي عارفنا. والكي جي بي عارفنا. وكله عارفنا. لازم نحب بعض. نعامل بعض. خرجتكم من الكآبة اهو مع محمد صلاح والناس دي. الصراحة حلوة. النظافة حلوة. الزبالة وحشة. عشان كده تتحرق. انا عارف ان انا كلمت بقدر الامكان وطولت وانا مرهق جدا جدا. حبوا الله. حبوا رسول الله. حبوا مصر. والناس بتحب مصر. ومقدرة مصر. وشعب مصر بطل. من ايام الهكسوس لغاية دلوقتي. وسيظل بطل. الشعب المصري لن ولن 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 5 لن يكون إلا الشعب المصري. لن إيه بقى؟ كل واحد ولن. لأن اللن في لالي يللي. ولقيت فرخة. أجمل فرخة. تاكلها وتشيل الجلد علشان كله كوليسترول ودهنة. يتعبك وينفخك أكيد. لقيت فرخة. وأجمل فرخة. تاكلها مع صفاء ابو السعود الراسية. وحشانة يا صفاء. يا ست يا طهرة.
يا اللي انتي كنتي احلى ممثلة في الدنيا، وحشانا صفاء يا ست يا كمال، يا اللي كنا نشوفك واحنا عيال نزقطط. يا سلام على العيد وكحكة عزيزة وبسكوتها ودقها، لما كنا بنعمله مع بعضينا 10 أيام رمضان. كانت أيام أحلى وأحلى، ما تتصدق أبدا أبدا عشناها في التسعينات. روحك طهرة يا عزيزة يا طهرة، وعبد منعم وعلاء مش كلام. نضحك نضحك، أيوة نضحك، نعيش بأملنا لمستقبلنا إذا عشنا الله معانا. ما نحزن أبدا أبدا أبدا. كان في عندي بنت اسمها مالك، خطفوها مني، اسمها رانيا. ما صانتش العشرة، عيلة قاسية، مهما تقول ومهما تعيد قلوبهم ميتة، عايزين مية ويعيشوا تناحة. ربنا ينتقم منهم، قولوا امين. بنتي جاتلي في رؤيا، قالت لي منعيني عنك يا بابا كتير، اقول ايه يا ناس. كلمت البيت يقول لي تلف وتدور علشان كلمها على البيت، منعينها عني. استحملت الدنيا ما تمر حد فيه ولا حس كتير، ان شاء الله ما حسوا ويعيشوا ما يعيشوا. ربك يجمع كل ظالم يوم الدين، ياخد حقه مظلوم هو. مع دندنة بونجاك السيكي نضحك كتير، لا في كآبة الهنا جاي. أشكر ربي إني اتكلمت آخر يوم العيد. نرجع بكرة بإذن الله شغلنا، يلا نسعد يلا كلنا مع ربنا نعيش مستورين. يلا سلام، أحلى سلام، الرب هو السلام. سلام عليكم. بوجك سيكي بيشكركم، شكرا على اللي عمل لي لايك. تحيا ناس، عاش الشعب، عاش الشعب. صبر كتير بيصبر، يلا ربنا معاك. رئاسة مصر حسوا بينا، حاسين بينا، يلا ترشحوا للحكم يا مصريين. مش عايز حكم، مش عايز دنيا، عايز جنة ربنا مع الرسول الأمين. عايز ربي أطوب بالكعبة وأبوسها كمان وأقف على مقام إبراهيم. ببوس الشاشة، العمرة دي غالية، مش عشان أعمل عمرة أفلس يا ناس. ربي حميني، ظلمت كتير، الحمد لله على نعمته. مع السلامة يا مصريين، وطن العربي، الخليج العربي، لكل العرب، المحيط الأطلنطي. تحية الوليد الرجراجي، بطل العربي اللي حقق مغرب المركز الرابع، وقطر الحلوة اللي عملت
أحلى كاس عالم أكيد. سلام يا مصري، سلام يا عربي، كلنا وطن عربي. يا فلسطين مسجد أقصى بتاعنا، ناس في قلوبنا رافعين السلام ليوم الدين. اوعوا يهود تدوسوا على القدس ولا على الفلسطينيين، ربنا معانا هنوحد بعض يا مصريين. مع السلامة، قلبي معانا، قلبي معاكم مع كل المصريين. شدوا حيلكوا يا سودانيين، أو نفسكوا اخرجي يا بريطانيا وامريكا من افريقيا، اخرجي. قولوا امين. عايزين يعملوا ليهم شكل علشان الروس ضربوهم في اوكرانيا وهدروها بابهم بالجزمة. قولوا امين. الصين جاية وروسيا جاية والعالم كله هيتغير، يا رب يهدي العالمين. عيد سعيد عليكم جميعا، أسعدتوني وأنا تعبان من الإجهاد والبرد شوية أكيد. كل سنة وانتوا طيبين مع بونجا كيسيكي، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا مع رشيدة ورشيد وفهيمة وفهيم ويومياتنا على اليوتيوب، أفضل المسلسلات العربية بإذن الله. وأدعو الإنتاج الإعلامي العربي السعودي، الإنتاج الإعلامي، لإنتاج مسلسل رشيد ورشيدة وفهيم وفهيمة، المصري الخالص من المجتمع المصري النظيف، الكوميديا الحق. أدعو الإنتاج الإعلامي السعودي وإي آر تي والمشرفة في مصر السيدة صفاء أبو السعود، ومستعد لتنفيذ السيناريو فورا، وأمتلك عناصر لأفضل السيناريوهات، أفضل من الأعمال التي رأيتها على فترات في مشاهد في رمضان، التي تتسم جميعها بالحدة في العرض وفي الكلام الشديد. وهذه ليست دراما، ولست أريد أن أحلل كل مسلسل نظرا للانفعالات الزائدة، فأصبحت مظهرية ومبالغة وليس تمثيلا أبدا. فمثلا أستاذة ريهام حجاج بتمثل بحدة، لابد أن يكون هناك تقنين في الكلام. لماذا؟ لكثرة الشطات والانفعالية والإجهاد، لأن مفيش راحة، لازم يبقى فيه تقنين، تتكلم ارتجالي وتفهم. أنا بتكلم ارتجالي وعملته في شلش سكرتير معلوماتي الزمان والطيب، طيب والزمن إنتاج تامر شمس الدين، راجل محترم جدا، عملناه في الطوابي في الهرم، لا الإنتاج الإعلامي ولا خير. وبعدين إحنا عايزين نلعب ورق، ورق، لا عايزين كاميرات ولا وش، بلا كاميرات بلا هوسة بلا، احنا نرمي ورق وخلاص. واللي يفهم يفهم، فهمش بقى هطلع امريكا بقى، حبايبي في امريكا وفي الصين، كوريا الشماليه، نطلع بقى نطلب هجره بقى. هي الهجره صعبه صحيح، بس اهو جايز تضرب معانا بقى. الدراع وجعني بقى، كتر الحركه الدراع الشمال، ورايح اشتغل، هروح الشغل بكره بقى صحيح. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، الساعه 12 ل 5، انها كارثه العالم. انا بنام 10 ونص، اتخمدوا 10 ونص، اتخمدوا. العيال بقولها له اتخمدوا 12 في الشتاء وواحده في الصيف. واي اب وام بقولها له، العيل يقعد بعد الساعه واحدة ما يدروش ما يدروش على دماغه، ها، يبقى يعيط في الشغل ويتفصل. ها، اللي مش قادر على عياله في البيت، ها، ينام في الشارع. يا فشل،
يقول لك ده قصر دين. لا مش قصر دين، دي خيبة والدين. يلا كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير. صباح الخير يا ولاد ميكي. كتكوتنتان لما يلمكم الشوارع.